السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. لا فيديو تاع اليوم اللي هي طبق في الفرن رائع بنته هايلة صحي ما يحتاجش الجهد، فقط بنص ساعة وانتم وجدتوه قبل الفطور. نمر مباشرة لمشاهدة طريقة التحضير. في طبسي ولا وعاء عندي ربع صدر من الدجاج، ولا تقدروا تستعملوا نص صدر نتاع الدجاج اللي تكونوا تقطعوه هكذا شرائح مقطع طوليا. نحط معاه ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الخردل لا موطارد، ملعقة صغيرة أيضا مملوءة جيدا من الفلفل الأحمر راح يمد لون شباب للدجاج ديالكم، ملعقة صغيرة أيضا مملوءة جيدا من الطماطم المصبرة. أما بالنسبة أيضا للملح كما تحبوا ملحوه، أنا حطيت ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الملح، ملعقة صغيرة أيضا معمرة نتاع توابل الدجاج، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة من الزنجبيل وزوج سنينات تاع توم اللي سكرفشتهم. نحرك هاد المكونات جيدا، تقدروا تغطيو الطبسي ديالكم وتحطوه في الثلاجة حتى يتمارين الدجاج. هاد المرحلة تقدروا حتى تحضروها ليلة من قبل إذا كنتم ديسيدين راح ديروا هاد القراطة. أما بالنسبة ليا كنت مضغوطة يعني حضرته مباشرة معاكم. حطيت أيضا ربع كاس من الزيت، حركتهم جيدا وفرغت عليهم كاس نتاع الحليب. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل هو 240 مليلتر. نجيب الصينية اللي راح ندخلها للفرن، ندهنها بكمية من الزيت أو من الأحسن الزبدة لأنه تمد بنة لهاد القراطة. حبة بصل متوسطة في الحجم قطعتها طوليا بهذا الشكل، نسبقها كقاعدة كطبقة أولى في القاعدة الصينية. 5 حبات بطاطا متوسطين في الحجم قطعتهم بهذا الشكل. إذا قطعتوها سميكة ولا خشينة بزاف ماهيش راح تطيب، وإذا درتوها رقيقة بزاف راح تذوب وتتعجن. أكيد نملحوا البطاطا لأنه البطاطا تحب الملح. نحط لها كمية من الدبشة ولا معدنوس، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من توابل الدجاج، فلفل أسود. نمريني هاد البطاطا جيدا ونحطها كطبقة ثانية فوق البصل. كطبقة ثالثة أو طبقة أخيرة نفرغ الدجاج اللي كنا تبلناه مع الصوص أيضا اللي درناها له بالحليب، نفرغهم ونسويه جيدا فوق البطاطا والبصل. نجيب ورق الطهي اللي كنت شمخته شوية نحطه فوق الصينية، نسويه جيدا ثم نحط عليه ورق ألمنيوم. هنا الفرن راني مسخناته جيدا مسبقا على أعلى درجة، بعد ذلك نرجع النار إلى متوسطة، ندخل الصينية طيب راح تدينا حوالي ساعة من الأسفل وربع ساعة من الأعلى، أكيد بعد ما نحيلها ورق الطهي وورق الألمنيوم باه تتجمر البطاطا من الفوق وتعطينا تحميرة هي والدجاج. أيضا تقدروا تزيدوا عليها فروماج رابي، بالنسبة لي أنا استغنيت عليه ولكن البنة ولا أروع. نتمنى تجربوا هذا الطبق وتخلوا لي تعليقاتكم في الأسفل، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.